محبي وعشاق النادي الاسماعيلي في كل مكان، معكم عبر قناة النادي الاسماعيلي على اليوتيوب. معنا ومعكم كابتن خالد عماش المدير الفني للنادي الاسماعيلي في حوار عقب توليه زمام الامور في النادي الاسماعيلي في ظروف صعبة جدا. استطاع في فترة وجيزة ان يعد البيت من الداخل، استطاع في فترة وجيزة ان يرجع الاسماعيلي الى المكاسب، استطاع يغير مكان النادي الاسماعيلي عليه. معنا ومعكم كابتن خالد عماش. كابتن خالد مرحبا بيك. مرحبا بيك، وانا سعيد جدا جدا بوجودي في الموقع الرسمي طبعا اكيد للنادي الاسماعيلي. مرحبا بحضرتك معانا، ونتمنى ان يكون لقاء كويس جدا. اتمنى حضرتك تفتح قلبك كده للنادي الاسماعيلي والجماهير، لان في الفتره الاخيره عارفين ان في اخبار كتيره مغلوطه، اخبار كتيره خطا تنزل على جميع المواقع. الجماهير ما بقتش عارفه تصدق مين، تصدق الموقع ده والموقع ده، وكله على سكه الخالد ماشي. اكيد طبعا، واحد شرف لي ان هو يعني في يوم من الايام كنت لاعب او كابتن للنادي الاسماعيلي، او حتى مدرب مساعد للنادي الاسماعيلي، او مدرب عام للنادي الاسماعيلي، او مدير فني للنادي الاسماعيلي، وحاليا انا المسؤول الاول والاخير عن قياده فريق محترم زي كيان محترم النادي الاسماعيلي. كابتن خالد، في البدايه بنبارك لك على اخر فوزين. استطعت حضرتك تفوز على المقاولين، بعد كده استطعنا الحمد لله نكسب المباراه الاخيره برضو. 6 نقاط غاليه استطاع النادي الاسماعيلي بيهم ان هو يعدي الموقف في الجدول. تقول لنا ايه عن المباراتين؟ الواحد بيحمد ربنا قبل اي حاجه يعني، وده توفيق من عند ربنا. لكن انا جيت في مهمه صعبه للغايه، على اعتبار ان انا جيت لقيت الترتيب ال 12 تقريبا، وبعدين طبعا النادي الاسماعيلي هو الترتيب ال 12 يعني قريب من الفرق اللي بتصارع على الهبوط. ده مكان مش لا يليق بكيان محترم اللي هو كيان النادي الاسماعيلي. فبالتالي اشتغلت في الناحيه المعنويه كتير جدا جدا مع اللعيبه، وقلت لهم ان الفرنه الصفراء دي مش اي حد بيلبسها، ان الفرنه الصفراء دي غاليه جدا جدا. يمكن ده كابتن خالد هو السؤال اللي انا كنت عايز اساله. النادي الاسماعيلي بدا بدايه موفقه في اول الدوري، بعد كده نتائج مخيبه الامال كل الجمهور. قبل ما حضرتك تيجي على طول او تتولى زمام الامور، النادي الاسماعيلي كان موقعه سيء جدا في الجدول، نتائج غير مرضيه خالص لجمهور النادي الاسماعيلي. تفسر ده بايه؟ يعني انا اتمنى مقتنع ان ما دام في استقرار في كل حاجه هتلاقي الامور طبيعيه. يعني من كل احترام وتقديري، انا شايف ان النواحي البدنيه عند لاعب النادي الاسماعيلي، ويزعل اللي يزعل، انا بتكلم في حاجه انا عايشها يعني، وليله للغايه. يعني لو عملنا اختبارات ومقاييس للاعبي النادي الاسماعيلي هتلاقي النواحي البدنيه عندهم قليله. بحاول قدر جهدي. مشكله المشاكل الفتره اللي فاتت دي، احنا لاعبين في 18 مباراه 18 يوم 5 مباريات، معدل قليل جدا في ايام قليله، في عدد لعيبه مش كتير بيلعب، ما فيش روتيشن انك انت بتجدد وتعدل فيهم، لا يعني مجموعه معينه بتعتمد عليها، ودي الصعوبه. يعني الحاجه الثانيه النواحي البدنيه قلت لك ما فيش وقت عندي عليها الا في التوقفات القليله جدا زي الفتره اللي احنا فيها دي. بحاول قدر الجهد ان احنا نعمل فترتين في اليوم عشان نعرف النواحي البدنيه. النادي الاسماعيلي تعادل مع حضرتك بعد كابتن نصر الدين النادي. حضرتك قابلت الامور، بدات تعيد ترتيب البيت من الداخل في فتره وجيزه جدا، قدرت ان انت توصل ان احنا نقدر نكسب نادي الزمالك. كلمنا حضرتك عن ابرز اللقطات حضرتك مارستها اول توليت عمل. زي ما بقى الواحد بيشيد بجمهور الاسماعيلي، لكن برضه في مأمورية صعبه جدا جدا. انا شايف ان الاسماعيليه كلها بتحب الكوره، الاسماعيليه كلها بتفهم في الكوره، فكل واحد ليه تطلعات وليه كلام، والفيسبوك يكاد يكون انا متابع طبعا الحوارات دي كلها، مش متابع بصفه دوريه، لكن كل واحد عاوز يبقى يدلي بدلوه. يعني كل واحد ليه تشكيل معين في دماغه وعاوز هو تشكيل تغيير معينه. فبالتالي الاسماعيليه فيها صراعات كتير جدا جدا، فبالتالي الكلام ده كله بيأثر على فكره اي حد، بيبقى عبء نفسي على المدرب، لان شايف ان في صراعات كتيره جدا جدا في البلد، وكل واحد عاوز يبقى له وضعيه معينه. فبالتالي موضوع مش سهل على الاطلاق. زي ما قلت لك بحاول قدر جهدي ان واحد يشتغل بامانه، تعلي الناحيه البدنيه مع الناحيه المهاريه والخططيه، وانك انت توفق الفريق، والناحيه المعنويه والربط مع بعض والكلام مع بعض والحاجات دي كلها، بحيث انها تعلى جدا جدا الفترات اللي قبل كده، الفترات القليله اللي فيها. زي ما قلت لك انا جيت لقيت النواحي البدنيه قليله، بقدر جهدي بحاول عليها، وان كانت يعني الى حد ما افضل عن ذي قبل، لكن لاعبين النادي الاسماعيلي برضه محتاجه ان هي تتحرر حبه في الاداء في الناحيه التكتيكيه، سواء في التحول من نواحي دفاعيه لنواحي هجوميه، او العكس من نواحي هجوميه لنواحي دفاعيه. فبالتالي محتاج جهد ومحتاج وقت، وده اللي بنشتغل عليه الفترات دي باذن الله تعالى، وهيبقى اللي جاي افضل، لكن في تطور، لكن تطور ببطء، لكن انا شايف ان في تطور افضل عن ما كان. يعني النادي الاسماعيلي قدر ان هو يكسب الزمالك في اول لقاء ليك رسمي، قدر باداء ولعب ونتيجه، قدر ان هو يكسب نادي الزمالك 3 نقاط غاليه جدا على ارض الاسماعيليه. الجمهور كان مروح بيغني بعد المباراه. الاداء بعد دي على طول مباراه اسوان تغير تماما. تفسر ده بايه؟ يعني انا عاوز اقول لك ان اللاعب المصري بصفه عامه ما بيتحملش ان هو يلعب. انا بقول لك بيلعب 18 يوم 5 مباريات صعبين جدا جدا، منهم اعتقد حوالي 3 مباريات خارج ملعبك، 4 مباريات خارج ملعبك. فبالتالي احنا لعبنا الزمالك والمقاولين العرب هنا اهو، فبالتالي فترات قليله جدا جدا
اداء بيتباين في الوقت ده. اللاعب المصري عامه فيه اصابات كتير، عندي حسام عبد كان عنده اصابه، طارق بناهيني اللي ما لعبش معايا غير مباراه واحده، شريف عفضي ما لعبش معايا ابدا، عدم جاهزيه كريم بامبو، لعيبه كتير جدا جدا عندي مصابه. ولو سليمه شوقي سعيد كان عنده ظروف والده وعنده اصابه، اكتر من لاعب مشاكل كتير قابلتني في الاصابات دي، فهي اللي عملت التباين في الاداء او عدم ثبات التشكيل. بالاضافه انا اقول لك بالظبط الزمالك عملنا اداء طيب للغايه، عملنا نتيجه طيبه، كسبنا فرقه بطل دوري الكاس. اسوان مباراه متوسطه الى حد ما 1-1. الانتاج الحربي الطاقم الاولاني كويسين جدا، انا بقول كويسين جدا بعني الكلمه دي. الطاقم الثاني اسوء الاشواط اللي لعبتها في 30 دقيقه. محمد ناجي جده ما جابش غير جون واحد في الدوري العام، جاب 3 اجوان في 30 دقيقه، اداء غير مرضي بالمره. ده اللي اضطرينا نعمل 8 تغييرات جذريه في الفرقه، ان يجي 8 لعيبه، ده 8 لعيبه في مباراه المقاولين العرب. كسبنا الحمد لله رب العالمين. في بعض الاحيان بتحتاج المكسب بغض النظر عن الاداء. انا شايف مباراه الجيش كان ممكن نطلع كسبانين افضل من كده كمان، الطاقم الثاني اكتر من هدف. داخليا مباراه النادي الاسماعيلي خسر في الدور الاول 1-0 على ارضه. النادي الاسماعيلي قادر على عبور المباراه دي ازاي؟ ابرز استعداداتك للمباراه دي؟ انا شايف دي اصعب مباراه على اعتبار الداخليه فوقنا بنقطتين. الداخليه من افضل الفرق في النواحي البدنيه. الداخليه معاها معد بدني، انا عارف احمد معد بدني جيد، والدليل ان هي فرقه الداخليه في سنتين ورا بعض بيبداوا الدوري افضل فرقه في الدوري بتبدا الدوري. يمكن الاداء بيقل بعد كده، لكن الناحيه البدنيه عندهم عاليه جدا. عندهم نص الملعب ديفندر بيلعبوا بقوه غير عاديه، سواء لاعب افريقي او جبريل او فريد شوقي، بيلعبوا بقوه غير عاديه. الالتحامات الناحيه الهجوميه عندهم عاليه جدا، بيتحولوا من واحد دفاعي لواحد هجومي بشكل جيد، بيتحولوا من واحد العكس كمان. لياقتهم البدنيه عاليه جدا جدا. حاله الملعب اللي هو اتحاد الشرطه اللي انا بقى لي 3 سنين فيه سيئه للغايه، غير جيده. الملعب ضيق مخنوق، الاسماعيلي ما بيعرفش يلعب على الملاعب اللي زي كده. فشايف انها مباراه مش تبريرات، لكن بقول لك واقع انا الواحد بيقراه بدري. مباراه صعبه جدا علينا وعليهم طبعا اكيد يعني، لكن لابد ناخد الامور بجديه غير عاديه عشان نقدر. انا شايف لو حققنا الفوز في المباراه دي باذن الله تعالى هنطلع على الافضل اللي هو احد الفرق الثلاثه الاولى باذن الله. لكن المباراه دي هي انا شايف ان هي مباراه فعلا ب6 نقط، مباراه قتاليه من الرصد الاول. اتمنى باذن الله تعالى مساند للكل، ولما تحط على كلمه الكل دايره، انا بعني كلمه الكل ما بقاش في المكسب الاقي في ناس ممكن تبارك لك ويحسها كده زعلان، او ما تكتبش حاجه على الفيسبوك، وفي حاله لا قدر الله اي نتيجه سلبيه تلاقي الدنيا مولعه نار. يعني المدرب ما يفهمش، المدرب ما يعرفش يغير، المدرب ما يعرفش ينزل فرقه، وتملي في حاله الاخفاق اي حد سوري في التعبير يعني اللي هو بعيد عن مجال الكوره بيفكر في اللي بعيد ايا كان مين اللي بعيد. لكن البعيد ده ليه ما لعبش البعيد ده، يعني ليه ده ما لعبش، ليه ده لعب، ليه؟ اتمنى تبقى النقد ايجابي وبناء عشان مصلحه الفرقه هي الاهم عندي يعني. بناهيني مستواه قليل جدا الموسم ده، تفسر ده بايه؟ يعني انا عندي 3 لعيبه افارقه، عندي بناهيني لعب معايا المباراه الاولانيه، انا كنت شايف ان هو قوي جدا على الجون كويس. لعب معايا مباراه الزمالك، اصيب بالتهاب في ركبته، لغايه دلوقتي بكلمك فيه اول تدريب اتمرنه معايا النهارده. فبالتالي ماليش حكم عليه، لان الفتره اللي اتعاملت معاه فيها هو لعب معايا تايم ونص تايم، ما لعبش معايا فتره طويله. طارق جبرين قبل مباراه الزمالك اصيب في رجله، لعب معايا مباراه المقاولين العرب، عدم جاهزيه 100%. مباراه طلع الجيش جاب الثمن الاولاني واضطريت اغيره قبل نهايه الشوط لانه كان في اسوء حالاته، كان متاثر باصابته في انكر رجليه. الموضوع واخد وقت طويل معاه، لكن اتمنى ان هو يشد حيله حبه عشان يقدر يلاقي مكان ان هو يأدي فيه، لان لاعب يتمتع بامكانيات هايله. لكن اتمنى المردود عنده يبقى اكتر من كده حبه، هو بناهيني وكينس كمان شاركته في مباراه ولا مباراتين كبديل في فترات قليله. اتمنى لان اللاعب المحترف لابد ان هو يجي يفيد المكان فايده اكتر من اللاعب المتواجد، اللاعب اللي هو صاحب المكان على اعتبار محترف ياخد مبالغ اعلى. المفروض المردود يبقى افضل كتير من 3 لعيبه الاجانب، لان هم 3 لعيبه على فكره عندهم امكانيات عاليه جدا، لكن المردود يبقى عندهم افضل من كده. حسني عبد رب قائد الفريق ومدى تاثير عودته على الفريق؟ حسني ليدر، حسني كابتن، حسني لاعب جيد للغايه، عنده روح ودي اللي بتميزه عن غيره من اللعيبه المصريين كلها يعني. فبالتالي حسني لو جهز، حسني حتى هذه اللحظه غير جاهز بالمره، مشكله اثرت عليه كتير، لكن حسني انا عملت له برنامج اللي هو لابد ان هو يخس وزن شويه، وان هو حركته تخف في الملعب، وان النواحي البدنيه عنده افضل. حسني ما زال عنده كتير يقدمه للفرقه، فباذن الله الفتره القادمه دي هتبقى حسني في افضل حالات باذن الله الرحمن. مركز حراسه المرمى في النادي الاسماعيلي في ظل تواجد حارس مخضرم زي محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد مجدي، هل يحتاج لتدعيم ولا مركز حراسه المرمى متميز في النادي الاسماعيلي؟ اكيد طبعا عندنا 3 حراس مرمى زي ما بتتكلم كده، محمد صبحي كابتن الفرقه، محمد عواد بما له من باع طويل في المنتخبات، محمد مجدي كان ناشئ طالع واعد. لكن طبعا كل لاعب ليه اخطائه مش بس جوان، لكن
يمكن عشان يبقى الامور واضحه، ان كان صبحي اخطا في مباراه وادي دجله انا جيت بعديها على طول، وبعد كده محمد عوض اخطا في مباراه اسوان، فتم ده لعب بعد ده وبعدين ده لعب بعد ده، بعد كده صبحي لعب مباراه الانتاج اللي فيها 3 اهداف. فبالتالي ايا كان اتمنى باذن الله تعالى اخطات، وبرضه اخطا عوض في المباراه الاخيره الهدف اللي دخل فيه. اتمنى ان هم باذن الله يبقى التركيز يبقى عندهم اعلى، لانه بيلعبوا في مركز طبعا الغلطه بفوره زي ما بيقولوا يعني، فبالتالي لابد ان الاثنين امكانياتهم عاليه جدا جدا. وقت من الاوقات اكيد محمد مجدي هياخد، فكرت فيها، لكن محتاج ان انا اديه في وقت جيد بالنسبه لي. اي لاعب انا عندي النهارده 28 لاعب هو اللي انا بعتمد عليهم، فبالتالي لا يمكن في اي وقت من الاوقات الواحد يجرح في اي لاعب، عشان في كلام كتير بيطلع بالظبط على لساني انا غير مسؤول عنه بالمره. انا بتكلم الكلام اللي هو اللي حضرتك بتتكلم دلوقتي وانت يعني انا اللي خالد القماشي اللي بيتكلم، مش حد ثاني بيتكلم بالظبط. فبالتالي في اي وقت من الاوقات حتى لو انا مش مقتنع باللعيب لا يمكن اجرح في اللعيب ده، لان في الاخر اداره النادي جابته او انا جبته او ان هو موجود عندي، حتى التوفيق وعدم التوفيق ده صفه ملازمه لاي لاعب. فبالتالي اسلام لاعب جيد، ادى بشكل جيد، شغال كويس، افضل اللاعبين كانتاج في المباريات اللي لعبها الفتره اللي انا جيت فيها. بعد كده يجي شيخ عفدي كنت حاطه هيلعب اساسي مباراه الزمالك، لكن اصيب بنزله معويه حاده تغيب بعض الوقت. لما رجعت مره معايا كنت حاطه في مباراه المقاولين العرب، اصيب بشد خفيف في العضله الضمه، ما زال يعالج. شريف من العناصر اللي هو لو حط رجله اعتقد مش هيخرج منها، لكن هو محتاج ان هو يركز حبه، والاصابات باذن الله تعالى تبتعد عنه عشان يقدر يقدم كفاءه عاليه. كريم بامبو جيت عنده عدم جاهزيه بعد العمليه الكبيره اللي عملها، فبالتالي محتاج بعض الوقت. كريم لاعب مميز جدا جدا، لكن محتاج بعض الوقت عشان يتاهل طبي عشان يقدر يقدم كفاءه عاليه في الملعب. لان بسال في الموضوع ده كتير. كريم لاعب جيد، مقتنع جدا بامكانياته، لاعب ممتاز، لكن محتاج بعض الوقت، مش بعض الوقت في اللعب، انا بتكلم بعض الوقت عشان يقدر يؤدي بكفاءه عاليه. لان في الاخر انا الوحيد المسؤول عن مين اللي يلعب، مين اللي جوه، مين اللي بره. انا الوحيد، ما فيش حد بيفرض عليا حد، لا من جوه ولا من بره ولا من النادي ولا من بره النادي ولا من الاداره ولا من، انا صاحب الكلمه الاولى والاخيره في اللعب اي حد في الفرقه. فبالتالي كريم لاعب جيد جدا للغايه، لكن محتاج بعض الوقت عشان يقدر يدخل في فورمه المباريات ويؤدي كفاءه عاليه. في الموسم المقبل ممكن ان نجد اسلام جمال معانا يكمل معانا، ولا ممكن حضرتك تطلب ان هو يكمل، ولا اسلام جمال بنهايه الموسم سيعود للزمالك؟ اكيد هو اعاره تنتهي، لكن طبعا اسلام لعيبه مميزين، واكيد طبعا باذن الله تعالى اذا الرحمن في نهايه الموسم الواحد بيقدم تقريره كلام سابق لاوانه يعني، لكن اكيد ربنا يكمله كده بالسلامه ما يحصلوش حاجه يعني. اكيد اسلام لاعب جيد وروحه عاليه، فلو في الامور طبيعيه باذن الله اكيد طبعا لاعب زي ده يعني يفيد المكان اكيد يعني اكيد. كابتن خالد القماش، سمعنا استقاله، عدول عن الاستقاله، تدخل في عملك، ايه حقيقه الكلام ده كله؟ انت عارف ان المواقع كلها بتتكلم كل يوم خبر جديد، كابتن خالد مش مستريح، كابتن خالد مكمل، ايه حقيقه الكلام ده كله؟ يعني الكلام ده برضه على لسان خالد القماش اللي بتكلمه، محدش بيكلمني، انا بتكلم في حاجه مهمه قوي، حته اكيد في اي مكان انت بتروح بيبقى فيه ايجابيات وسلبيات. اكيد انا جيت على النادي الاسماعيلي حاجه كبيره، اي حد يحلم ان هو يبقى مدير فني النادي الاسماعيلي. فبالتالي انا لما جيت قلت للاداره انا محتاج جهاز معايا فلان وفلان وفلان بغض النظر عن الاسماء، فقالوا لي يعني هو دول المجموعه المتواجده واللي هتكمل معاها، ودي رابط مجلس الاداره انك تكمل المجموعات دي. فبالتالي اشتغلت معاهم، ناس محترمه وبيقدموا كفاءه عاليه. اكيد اي مدير فني في مجموعه بيرتاح لها في الشغل بتاعه، ودي امور طبيعيه جدا جدا في اي مكان، لكن النادي الاسماعيلي نادي شعبي، فبالتالي بيرتبط بعض الحاجات الاداره شايفاها. فبالتالي بأدي بصوره طيبه الحمد لله رب العالمين، واكيد لكل وقت ليه وقت، كل وقت ليه وقفته يعني. لكن انا حاليا بتواجد مع الجهاز الفني المعاون اللي موجود معايا، محترم جدا جدا، بأدي بكفاءه عاليه. فاتمنى بس، لاني انا برضو في نقطه مهمه جدا جدا اقولها تكرارا، مواقع كتيره جدا جدا بتطلع عني كلام، مواقع كتيره جدا، والاسماعيليه مليانه مواقع كتيره قوي كمان يعني. فبالتالي في كلام بيطلع على لساني، انا الكلام اللي بكلمه معاك حضرتك هو ده الكلام اللي انا مسؤول عنه بالصوت والصوره يعني، بحيث ان انا عاشق لتراب الاسماعيليه وبحب الاسماعيليه جدا وابن من ابنائها.